السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله، نتوما والعائلات ديالكم والوليدات ديالكم وكل شيء يكون بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. دائما كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم ليا، شكرا لكم كاملين، شكرا لاي واحد كيدعمني وكيشجعني، وكنتمنى انكم تزيدوا تدعموني وتشجعوني ان شاء الله يا ربي. القناه ديالي يعني راه 3 سنين هذه، راه الناس اللي كيسولوني كيقولوا لي واش كتخلصي، راه ما كنتخلص ما والو، لانني مازال ما حققت الشروط اللي طالبين لي اليوتيوب. ان شاء الله كنتمنى من كل قلبي انكم تزيدوا تدعموني وتشجعوني باش نوصل لهاد الشروط هذه. الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفلوق اللي هو خفيف ظريف من مدينه اكادير الى مدينه فاس. مشينا حضرنا لواحد المناسبه عائليه، الاسبوع ديال الاخ ديالي، كنوجه لهم تحيه من هذا الفيديو هذا. دوزنا واحد الحفله اللي هي كانت عائليه، دوزناها بخير وعلى خير، وقلت علاش لا باش نشارك معكم كيفاش مشينا. يعني ما غاديش ما صورتش في اسبوع صراحه، يعني غير واحد ميني فلوق خفيف ظريف من اكادير. هنايا كيف ما كتشوفوا راه شدينا الطريق وخرجنا ومشينا في واحد النهار اللي كان الشتا فيه صراحه. كانت عندنا هذا الفيديو راني صورته قديم، ولكن عاد كتاب باش نلوحو دابا. كنا مشينا في واحد النهار اللي كانت كطيح فيه الشتا، كان واحد الشتي ورقي، وبقى الله يرحمنا ويعطيها لنا على قد نفع يا ربي. كان الجو زوين وكان الجو بارد، يعني شدينا الطريق كيف ما قلت لكم في واحد الجو اللي هو رائع. انا صراحه كيعجبني الجو ديال الشتا، غير ما يكونش البرد بزاف وصافي. الجو ديال الشتا اللي هو زوين، وخصوصا يعني اليامات ديال الربيع. انا من محبي الطبيعه، يعني تديوني الطبيعه تحطوني تخيروني ما بين شي اوتيل 5 ايطوال مثلا والطبيعه، غادي نقول لكم الطبيعه احسن، لانني انا كنفضل الطبيعه، وفيها فاش كنرتاح، وفيها فاش كان يعني فاش الانسان كيكون ماشي هو هذا، كيكون المورال ما كاينش، كتمشي لذاك الطبيعه، كتشوف داك الخضوره تبارك الله، راه كتنسى كل شيء. عندك الطبيعه والبحر، يعني راه كتنسي كل شيء. هنا كيف ما كتشوفوا راه وصلنا لمراكش. هنايا المحطه ديال شدينا حنا سوبراتور من اكادير على حساب التران، يعني باش نستغلوا الوقت نوصلوا، يعني ما نديروش الوقت بزاف في الطريق. كنا حنا صراحه كنشدوا الكار، ولكن كنركبوا مثلا مع 5 حتى لغد ليه مع 6 الصباح عاد كنوصلوا. يعني كانت واحد شي شويه ديال التماره والطريق كتكون بعيده شويه، فلهذا فضلنا اننا نشدوا سوبراتور ونقطعوا على حساب التران. كنوصلوا في النهار، يعني ركبنا في تقريبا في 9 الصباح، وصلنا تقريبا مع 10 ديال الليل بحال هكا، كل 9 ونص ديال الليل. هنايا المحطه ديال لاكار ديال مراكش. الصراحه كيف ما كيعرف الجميع، يعني فاش كتكون مقطع على حساب التران من سوبراتور التران، راه ما كيكونش الوقت بزاف. اون فوا كتوصل لاكار، يعني حدك كترتاح واحد 2 دقائق كتمشي. اللي كيبغي يمشي للطواليط يمشي، اللي كيبغي يمشط شعرو يمشطو، ودخل نيشان المحطه ديال لاكار. يعني راه ما كاينش الوقت، كاين جرا 5 دقائق 10 دقائق اللي غادي يتسناك، مثلا اللي غادي يتسناك التران ما كيتسناش. ماشي بحال الكار الا تعطلتي شي شويه كيطلعوا كيشوفوك زعما واش ركبوا الناس كامل ولا لا. التران لا خصك تجري. هنايا كانت الاخت ديالي كتصورني، الصراحه انا كنجري، يعني راه التران كنا تعطلنا شويه، التران كان غادي يخرج. هنايا كنجري، هي كتقول لي بشويه وانا كنجري، يعني خاصني نوصل في الوقت، لان كيقولوا لي الناس سربي، وحتى السيكوريتي اللي كيكون في الباب كيشد من عندنا الورقه، قال لينا شد من عندنا الورقه، قال لينا سربي وراه غادي يخرج التران دابا. التران ان فوا تعطل راه ما غادي يتسناك ما حتى شي حاجه، غادي توحل تما وغتضطر انك تقطع ورقه اخرى من جديد. فلهذا هنايا كان عندنا هنا 12، يعني كانت عندي انا الورقه فيها 25، يعني خاصني نمشي للباب 25. هنايا كنت كنجري بزاف باش نوصل للباب 25 قبل ما يمشي علينا التران. ما قلت لكم ما كاين غير الجرا جاب الله. كان يعني واحد الجو اللي هو زوين بزاف، كانت لها واحد الهواء بارده زوينه الحمد لله. ما دخنا يعني ما عينا في الطريق ما حتى شي حاجه. كيف ما كتعرفوا السفر في ايامات البرد صراحه كيكون زوين، يعني ما كيدوخوا ما حتى شي حاجه. الناس اللي كتدوخ، انا بصراحه فاش كيكون الجو في الصيف سخون كندوخ شي شويه، مثلا في الكار ولا في التران ولا في سوبراتور،
ولكن فاش كيكون الجو بارد كيكون الصفر فيه صراحه زوين. هنا كما قلت لكم راه كنجري ما كاين غير وصلت للباب 21 22 يعني باقي خاصني نمشي للباب اللي خاصني انايا. بقيت كنجري اختي كانت كتقول لي بشويه عليا راني عييت كانت كتجري مورايا وانا كنجري كنقول لها جري ما كاينش بشويه هذا راه ماشي الكار هذا راه الطرا الا مشى علينا صافي راه هزنا الماء غادي نبقاو هنايا نضطروا اننا نقطعوا ورقه اخرى. علاش غادي نبقاو نضيعوا حنايا في اللهم الجرا وكانت المحطه كانت عامره. هنايا كانت كتقولي صافي راني عييت هنايا كما كتشوفوا وقفت كنضحك عليها قلت لها زيدي صافي الحمد لله. طلعنا شدينا البليصه ديالنا وصلنا لفاس كيف ما الحمد لله ارتحينا وصلنا بخير وعلى خير. لا غد ليه هبطنا باش نضربوا واحد الدويره يعني نتساراو شويه في المدينه ديال فاس. هنايا كيف ما كتشوفوا هذه بوجلود يعني كاينه المحطه ديال بوجلود فيها المحطه ديال الطاكسيات وفيها المحطه ديال الكيران. صراحه بغينا نشوفوا الاجواء ديال البرد في مدينه فاس كيفاش دايره. كنشوفوا كيفاش كتشوفوا الجو يعني مغيم كان واحد الجو اللي هو زوين بزاف. هنايا خرجت مع جوج خواتاتي وولدها وواحد ولد خويا حتى هو خرجنا كندورو كيف ما كتشوفوا هذه الدخله ديال بوجلود. هاد بوجلود كيكون فيها يعني بزاف د الحوايج كيكون فيها الحوايج ديال الجوطيه صراحه زوينين وكيكونوا رخاصين في متناول الجميع وشي حاجه اللي كتكون زوينه يعني نوعيه جيده. هنا الساحه ديال بوجلود كانوا الناس في الوقيته فاش خرجنا حنايا كانوا الناس يلاه كيحطوا الحوايج مازال ما حطوش بزاف. صافي ضربنا واحد الدويره خفيفه ما صراحه غير بقينا كنطلوا بحال هكا واحد الدويره خفيفه صافي وشدينا الطريق ديالنا غادي نهبطوا المولاي ادريس ان شاء الله. هذه الهبطه يعني غادي باقيين حنايا في الدخله وغادي الطريق ديال غادي نهبطوا للمدينه القديمه من بعد مولاي ادريس كيف ما كتشوفوا تبارك الله الديسير تبارك الله. علاش ما قلبتوا هنا في المدينه كيكون تبارك الله كلشي الزيتون شباكيه كيكون كلشي يعني ما يمكنش تجي لفاس وما تمشيش تزور مولاي ادريس. يعني ضروري فاس باش معروفه بمولاي ادريس المدينه القديمه فاس جديد الملاح يعني هادو هما البلايص. ولكن بزاف مولاي ادريس الناس كتبغي ضروري تزور داك القبه ديال مولاي ادريس. هنايا كيف ما كتشوفوا المعينات اللي كاينين في المدينه كاين المعينات تبارك الله. شوفوا الانواع ديال التمور صراحه كل التمر كاين السيك في الاخر ما شاء الله كاين التمر المجهول يعني تبارك الله ما شاء الله واحد كبير بزاف. وحتى الثمن فاش سولنا على الثمن ديالهم صراحه الثمن راه في متناول ما غاليش بزاف. كنصح اي واحد صراحه اللي مشى لفاس ضروري انه يزور المدينه صراحه راها زوينه واخا هكاك ما بقاتش كيف ما كانت يعني ولا ما عرفتش حنا الوقيته اللي هبطنا ليها لقيناها خاويه. المهم فاش هبطنا حنا كانت خاويه. انا كنعقل على المدينه شحال هادي فاش كنا كنهبطوا ليها ما كنلقاوش منين ندوزو كانوا الحوانت كلشي عامرين. دابا تقريبا الاغلبيه ديال الحوانت لقيناهم سادين ما عرفتش واش سدوا ولا غير كانوا سادين داك النهار الله اعلم. المهم مشينا كيف ما كتشوفوا يعني المدينه راه فيها كلشي فيها الماعن فيها الحوايج فيها داكشي شباكيه الحلوه الفلاليه. المهم فيها كلشي. هاد المحل هذا ديال الماعن بالخصوص عجبني صراحه واحد المحل اللي هو كبير بزاف وعنده داكشي صراحه بحال الزليج يعني داكشي منقوش غزال الطباصل صغاري الكبار الكيسه الفناج القصعات القصريات يعني الطويجنات صغيورين. كاين هاد اللي كنحطوا فيهم الماكله وكاين شي حوايج غير ديال الديكور يعني ما كتحطش فيه الماكله. درنا فيه واحد الدويره صراحه ما سولناش على الثمن. ما انا فاش هبطنا المدينه ما سولنا حتى شي حاجه على الثمن يعني ما ناويينش اننا ناخذوا شي حاجه ناويين اننا غير نهبطوا لمولاي ادريس ونشوفوا المدينه ونساراو شي شويه علاش لا في هذا الجو هذا. وهذه هي المناسبه مشينا نخرجوا ندوروا شي شويه. هنا كيف ما كتشوفوا كنوريكم يعني كل حاجه وريتكم منها شويه. هنايا الزريبيات صراحه عندهم داكشي زوين وداكشي تقليدي. وكما قلت لكم راه ما يمكنش شي واحد يهبط يمشي لفاس وما يزورش المدينه القديمه يعني راها معروفه المدينه لا يعلى عليها يعني معروفه راه كلشي كيعرفها المدينه فاس جديد مولاي ادريس كما قلت لكم الملاح مولاي يعقوب فيها عين الله. دابا تبارك الله راه كلشي كاين مولاي يعقوب خصوصا مولاي يعقوب في هذا البرد صراحه ما تمنيت انني نمشي لمولاي يعقوب ولكن ما جلسناش بزاف يعني جلسنا في فاس صراحه غير شي 4 ايام بحال هكا
ولا 3 ايام. يعني هادشي اللي جلسنا ما جلسناش فيه بزاف هنايا. صافي راه مشينا لمولاي ادريس كيف ما كتشوفوا، دخلنا لمولاي ادريس. ما يمكنش ان شي حد يمشي لمولاي ادريس وما يشريش الحلوى، ضروري تبارك الله. الناس اللي عمرها دار، ظريفين، ناس متواضعين، الصواب والادب ما شاء الله، تحيه ليهم كاملين بهم. الحلوى ديال مولاي ادريس كاين ديال كاوكاو، كاينه النوغا، كاين ديال اللوز، كاين كيكون فيها النافع. هاد الطبيصلات صغيورين ب10 دراهم الواحد، فيها تقريبا نوع ديال الحلويات. وحاجه تانية بغيت نقولها لكم، ما يمكنش تمشيو لمولاي ادريس وما تاخذوش السرغينه الفاسيه، يعني مسقيه فيها المسكه الحره، فيها العود، مسقيه يعني بالمورد وقيله. يعني الروح ديالو الصراحه راه غزاله، غير سيروا شريوها، كتكون زوينه بزاف بزاف. هنايا مشينا عند هاد السيد، حتى هو راه ظريف، عنده كلشي. هنا خدينا من عنده العود، الريحه ديال العود غير داك الصغيوره كدير ب20 درهم ديال العبار. عنده ديال العود، عنده ديال الجاسمان، وعنده ديال عنده ديال الفاني وقيله فلور دورانجي. صراحه عنده واحد النكهات اللي هو زوين. انا خديت ديال العود، والاخت ديالي خدات ديال الموارد. هنايا عطاني واحد شويه ديال السرغينه ودرتها في المجمر، وكنشم ريحتها الصراحه، راه ريحتها زوينه بزاف بزاف، حيت فيها كما قلت لكم العود، فيها الروح ديال الموارد، وفيها كلشي. وهنايا عنده صابونات وداك الزيوت، واللي بغى يشري شي حاجه راه كيشريها. اما حنا ماشينا شي حاجه بزاف، كما قلت لكم الزهر، الورد البلدي، كاين عنده كلشي علاش ما قلبته. ومن بعد مشينا ندخلوا لمولاي ادريس باش نشوفوه كي داير. هذه هي الدخله ديال مولاي ادريس اللي كاينه في فاس في المدينه. هنايا كان خاوي شويه، ما كانش عامر. شحال هادي فاش كنا كنهبطوا ليه كان كيكون عامر بزاف بزاف. يمكن هاد الوقيته ديال البرد كتكون الدنيا خاويه شي شويه، والله اعلم. هادشي اللي قلت انايا، ما كانوش الناس بزاف. صافي هنايا تبارك الله، شوفوا الزخرفه كيفاش دايره ديال مولاي ادريس، شوفوا البنايه كيفاش دايره، شوفوا داك الزخرفه ديال السقف، التريات، شوفوا ما شاء الله. فاسا راه معروفين بهادشي تبارك الله ما شاء الله. كاينين دراري صغار، كاينين كبار، كلشي كيدخل، كتحيد الصباط ديالك، كتحطو في واحد البليصه، ما كاينش اللي يقيسوا لك، وكتبقى الدور في مولاي ادريس بحال هكا، ولا تجلس شي شويه صافي وكتخرج بحالك. هنا درنا شي شويه، شوفوا تبارك الله البيبان كي دايرين. صراحه فاش كتدخل لهاد البلاصه راه كترتاح. هنا واحد الدعاء عجبني بزاف بزاف، جلست بقيت كنقرا فيه. عجبني بزاف صراحه. ايوا الحمد لله، كما قلت لكم دوزنا مناسبه زوينه مع الخوت، وشفنا الحباب وكل شيء. هنا الشموع ديال مولاي ادريس راه معروفين، عندهم انواع ديال الشموع صراحه، وقيله كياخذوا شمعه وكيشعلوها وكتدخل بها. حنا ما درنا لا شمعه لا والو، ما شرينا حتى شي حاجه، دخلنا هكاك، قمنا بواحد الزياره خفيفه. ومنين خرجنا درنا زياره في مولاي ادريس. منين خرجنا راه ما يمكنش انك تمشي لمولاي ادريس وما تاخذش الحلوى ديالهم، راه ضروري تاخذ الباروك ديالهم. هنا كاينين بزاف د الحوانت، ولكن شفت هاد الوليدات الصغارين بالاخص كيبيعوها، وبغيت ناخذها من عندهم. يعني بغيت نتعاون معاهم، خديت كل حاجه، كل طويسه كيكون فيها بزاف ديال الحوايج. كما قلت لكم كاين ديال 10 دراهم، ديال 20 درهم، اللي بغيتو نتوما على حسب القياس ديالكم. هنايا كيبيعوا دوك ديال اليدين، البخور، كلشي عندهم. وهنايا كيف ما كتشوفوا راه كلشي عندهم. علاش ما قلبتو ند الانواع ديال البخور، الانواع ديال الشموع. هاد الشموع هادو راه كانوا كيديروهم من العرايس فاش كيتزوج العروسه، كتكون بنيتات صغيورين شادين شميعه خضراء وشميعه بيضاء. هنا الحلويات كاينه ديال الكاوكاو، كاينه ديال اللوز، كاينه النوغا. صراحه زوينين هادو، ما شريناهمش، شرينا غير من الاخرين. وفاس عاوتاني معروفه بهاد البرقوق، الصراحه كيكون زوين وكيكون محمض، واحد الحموضه فيه انا بعدا كيعجبني، كيحمقني، كيكون فيه واحد المذاق زوين، وكيكون باقي طري كي بحال طري. هنا عنده جميع الفواكه الجافه اللي بغيتو. هنايا عجبتني هاد السباله هادي، يعني كاينه 11 جامع
دابا مثلا الناس اللي طالعين وهابطين، اللي جاه العطش دايرين الغرارف هنايا، اللي جاه العطش كيمشي كيشرب. في سبيل الله صراحه زوينه وعجبتني، وحتى حنا نيت شربنا منها. ايوا وهنايا الشباكيه كيف ما كتعرفوا فاس راها معروفه بهادشي، شباكيه البريوات والخليع الفاسي كيف ما كتشوفوا راه فاسا معروفين تبارك الله بالخليع الفاسي، ومعروفين بالحلوى الفيلاليه. شباكيه البريوات سيجار كلشي كاين الحمد لله. وكنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف على القلوب ديالكم، وكنتمنى دائما حتى انا نكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم. هنا غنقول لكم بسلامه، تهلاو لي.